انا اختي بغيتك تجربي ليا هاد الفطائر اللي كيجيو رائعين، الفطائر اولا العجينه التركيه. كيحمقوا رائعين بالخفه ديالهم وبالهشاشه وبالتعليكه، كلشي مجموع فيهم. عندي هنا واحد القصريه درت فيها نص كيلو ديال الدقيق، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، غادي نزيد عليهم واحد البيضه كامله، رشيشه ديال الملحه، وغادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الخميره اللي غندوبها في ميها دافيه. وعندي واحد دانون مسوس اللي ضروري ومؤكد، حيت اختي السر هو في داك دانون مسوس. صافي انا غادي نخلط مزيان مزيان داك القوام مع بعضياتو حتى كيدخل داك القوام مزيان. عاد كنزيد ميها على حسب، كنخليو العجين شويه خفيفه يعني لينه. صافي انا غندهنها بزويته وغنحطها على جنب حتى تخمر. غادي ندوز للحشوه. عندي فيها واحد بصيله، عندي شويه ديال الكفته، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وكذلك شويه ديال البابريكا وشويه ديال المليحه. وبالنسبه للقزبور المعدنوس راهم ديجا عندي في الكفيته. صافي انا درت واحد شويه ديال الاعشاب المنسمه ودرتهم هكايا فوق البوطه حتى كتقلى ليا مزيان مزيان ديك الكفيته. شوفي ليا هنايا ما شاء الله، هذه كما كنقولوا ليها العجينه كيفاش مدلوكه وكيفاش رائعه رائعه. انا ما بالعاني ما بغيتش نخدم معكم العجانه البنات باش ما تعكزوش اختي على العجينه. هذا ما كان. صافي هنا كنشكل هذوك الحفر بواحد الكاس اللي كنستعن به باش كيجيوني تقاده وحده. اما بالنسبه للفرomاج غادي نستعمل الفرomاج تال اولا كرون مع الفرomاج موتزاريلا. صافي هنايا البنات ندير مزيج بيناتهم اللي كيعطيوني واحد المذاقات زوينين مع بعضياتهم. هنا غادي ندهنهم بواحد الصفار بيضاء اولا بيض مخلط مع شويه ديال الحامض اللي كتحيد لينا شويه ديك الزفر. صافي هنا عمرت هذيك الحشوه وغادي ندخلهم الفران على درجه حراره اللي كتكون بطبيعه الحال متوسطه. شوفي لي ما شاء الله المنظر الجميل، وما نقولش لك اختي على خفه وعلى هشاش كيدوبوا في الفم. اختي انا بغيتك تجربيهم الصراحه، وبحال دائما شاركيني تطبيقاتكم والصور اللي كتصيفطوا ليا في اي حاجه كنبارطاجيها معكم. شوفي لي اختي، شوفي لي العجين كي مهوي وداك الشيء معلق وعلى حقه وطريقه. وبالنسبه كذلك وجدت الدجيجه هذه الا بغيتوني نبارطاجيها معكم رائعه بواحد لا ماريناد كتحمق خفه نزربان وكطيب في الفران. رائعه البنات ما يمكنش. وديك بطيطه معسله. وهنا غادي نختمها معكم في هذه التحليه الراقيه الرائعه. الا بغيتوني خليوها ليا في التعاليق نبارطاجيها معكم. السلام عليكم.